يخبرني أحد الفضلاء أحد العدول بهذه القصة، ما عندي أدنى شك أنها وقعت هذه القصة، ولو أني استأذنت لذكرت اسمه، فالكل منكم لربما يعرف هذا الشيخ الفاضل. يقول: عندي في قريتي التي أعيش فيها رجل ما يلم به أمر من أمور الدنيا إلا ويشغل سيارته، بيتهم يبعد عن مكة ما يقارب 700 كيلو، يشغل سيارته ويتوقف في الميقات ويطوف ويسعى، وبعد ما يفرغ من عمرته يدخل الملتزم، ثم يسأل الله عز وجل في أن يقضي حاجته. والله ما يخرج من الملتزم إلا وقد قضى الله حاجته. يقول: رزقه الله عز وجل ببنت كانت معاقة، عندها قدمين، لكن هذه القدمين لا تسير كغيراتها من البنات. يقول: لما بلغ عمرها 7 سنوات يقول رضي بقضاء الله وقال: هذا قضاء الله وقدره. يقول: لما بلغ عمرها 7 سنوات يقول: تفطر قلبي على هذه الفتاة، على هذه البنت، قريناتها من أبناء إخواني وأخواتي كلهم في المدارس يسيرون على أقدامهم، وهذه البنت قلبي يتقطع، قلبي عليها حسرة وألم وكمل. يقول: فتذكرت الملتزم وتذكرت العمرة وتذكرت أن أعرض حاجتي على الله. يقول: فأخذت ملابسي وشغلت سيارتي واتجهت على مكة، والله ما خرجت إلا أطلبه وأرجوه وأؤمله. يقول: وصلت الحرم وطفت سعيت وتحللت من عمرتي، ثم من الساعة 2 الظهر دخلت الملتزم وبدأت أسكب العبرات: يا الله يا قاضي الحاجات، ها أنا الآن في بيتك العظيم أرجوك وأؤملك وأناشدك، اللهم إن قلبي يتقطع على هذه الفتاة، اللهم إنك تعلم أن قريناتها يسيرون على أقدامهم، وأنت يا رب قد أعطيتها أقداما لا تستطيع أن تسير بها، اللهم يا رب يا من رددت يوسف على أبيه يعقوب رد عليها صحتها وعافيتها، اللهم يا من شفيت أيوب اشفها الآن يا الله. يقول صاحبنا: يقول نزلت من الملتزم وشغلت سيارتي ورجعت لبيتنا، بعد ما يقارب 8 ساعات طرقت الباب على أهل بيتي وإذا البيت مقفل بالصقاطة بالزرفول. يقول: دقيت الباب على بيتنا، يقول: والله ما فتح لي إلا ابنتي الذي عمرها 7 سنوات. يقول: بدأت أقول لزوجتي: كيف الله؟ قالت: الساعة 2 الظهر والله أن الله شافاها وكأنها أطلقت من عقال. من الذي عافاها؟ من الذي شافاها؟ إنه الله عز وجل، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. نحتاج يا أحبة أن نعظم الله وأن نعرف من هو الله عز وجل المنعم الذي تفضل علينا وأعطانا ووهبنا ومنحنا. كم رآنا ونحن نعصيه، كم رآنا وسترنا ووهبنا وأعطانا ونحن نجاهره بالذنوب والمعاصي. فالأمة اليوم الأزمة نقول نحتاج أن نعظم الله عز وجل، وأسأل الله أن يجعل قلوبنا وإياكم معلقة به.